السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع وصفات سلمان. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طلبية ديال الدوازاتاي اللي كتجي أكثر من رائعة، كتجي اقتصادية وفي متناول الجميع. بعجينة واحدة غادا نشكلوا لكم 4 أشكال بنكهات مختلفة. كنتمنى فعلا أنكم تفرجوا في الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير وكذلك طريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة لمكونات الوصفة مع طريقة التحضير، كنحتاج هنايا 250 غرام من الزبدة تكون بحرارة المطبخ. غادا نضيف عليه كذلك كأس من السكر كلاصي أو سكر ناعم. غادا نضيف كذلك نصف كأس من السكر حبيبات، وغادا نضيف كذلك كأس من المايزينا أو النشا الذرة. صافي غادا نخلط جميع المكونات مزيان مع بعض حتى كيندمجوا ليا وكنحصل على قوام كريمي كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنضيف على المكونات كأسين من الزيت النباتية، العبار دائما كما قلت لكم بكاس عنبة. صافي غادا ندمج جميع المكونات جيدا مع بعض حتى كنحصل على قوام كريمي. كنخلط جميع المكونات مزيان مع بعض، كندوب مزيان ديك الزبده باش ما كيبقاوش لي هكا كتل ديال الزبده. هنايا كنضيف كذلك قبيصه نتاع الملحه. غادا نضيف كذلك كيس عفوا من الساشي ديال الفاني. غادا نضيف كذلك بيضه واحده، وغادا نضيف كذلك صفار بيضه. غادا نحتفظ بالبياض نتاع البيض ديال البيضه عفوا، غادا نخليوه على جنب. صافي غادا نخلط جميع المكونات مزيان مع بعض حتى كيندمجوا ليا العناصر. من بعد غادا نبقى نزيد الدقيق تدريجيا وحنايا كنخلطو. دائما اننا نحاولوا اننا ما نعجنوش العجين تاعنا، غير كنجمعوها عفوا باطراف تاع الاصابع كيف ما غادي تشوفوا معايا باش تنجح معكم الوصفه. هنايا كنضيف كذلك كيسين من الخميره نتاع الحلوى او بيكين باودر ما يعادل 14 غرام في المجموع. من بعد كنضيف كذلك الدقيق وكنخلط حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. تكون عجينه لينه وما كتلتصقش لينا في اليد، وفي نفس الوقت كما قلت لكم حاولوا انكم ما تدلكوش العجين تاعكم باش ما تطلقش لكم الزيت، حيت الا طلقت لكم الزيت صافي غادي تخسر لكم الوصفه. صافي كنبقى نزيد الدقيق كما قلت لكم تدريجيا وانا كنشوف القوام تاع العجين تاعي. هنايا واخا كتشوفوا يعني راه العجين يعني هكا كتفرتت حيت راه مازال ما دخلتش فيها مزيان العجين. ها نتوما كنجمع العجين بالاصابع نتاع اليد فقط. كنحاول انني ما امكن انني ما ندلكهاش باش نجمع داك الدقيق كامل. هنا العجينه رطبه كيف ما غادي تشوفوا معايا في الاخير من بعد ما غادي نجمعها كامله. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجين تاعي ها نتوما القوام كيفاش كيجي. كتجينا العجينه لينه وما كتفرتتش وما كتشققش لينا هكا في اليد كما شفتوا معايا. كنشكلها على شكل كره. هانتوما ما كتشققش نهائيا باش تعرفوا انكم نجحات معكم العجينه، وكذلك العجين تاعنا ما كتطلقش لينا الزيت. كنشكلوها كيف ما بغينا، يعني ما كتشققش لينا العجين. صافي هنايا غادا نقسم العجين تاعي ل4 اجزاء، كل جزء غادا نكهوه بالنكهه اللي بغينا كما غادي تشوفوا النكهات اللي غادا ندير انا. وانتم ممكن ديروا هاد النكهات، ممكن ديروا نكهات من اختياركم غير اللي متواجد في الدار. هنايا عندي ملعقه ديال الكاكاو عفوا ديال الكاوكاو اللي حمرته هكا في الفران وهرمشته يعني طحنته مزيان. وعندي كذلك زنجلان او السمسم حتى هو اللي سهلته هكا شويه، ومن بعد كذلك هرمشته هو. صافي كندخلو هكا في العجين تاعي كما قلت لكم خليط ما بين الكاوكاو والزنجلان او السمسم اللي محمرين، كيعطيني واحد المذاق اللي زوين بزاف. صافي بالنسبه للكره الثانيه غادا ندير لها كذلك النكهه. غادا ندير لها واحد 2 معالق ديال جوز الهند او الكوك.
بالنسبه كما قلت لكم النكهات كيبقى من اختياركم، ممكن تنكهوا باش ما بغيتو نتوما. راه ممكن ديروا غير هكا بالطبع فقط، يعني تخليو العجين تاعكم غير بالمذاق ديال الفاني وتشكلوها على شكل يعني غير بالطوابع هكا، راه كتجي رائعه بزاف، كتجي لذيذه. صافي بالنسبه كذلك الشكل الثالث غادا نكهوه كذلك. عندي هنا خليط ما بين كاكاو المر والفيرميسيل او شوكولاته فيرميسيل، وعندي كذلك الكوك او جوز الهند. 3 ديال المكونات خلطتهم مع بعض وكندير منه 2 معالق هكا كبارين ديال هذا الخليط. كيعطينا حتى هو كذلك واحد المذاق اللي زوين بزاف مغاير. كما قلت لكم جوز الهند مع شوكولاته فيرميسيل وكذلك كاكاو المر. صافي بالنسبه للجزء الرابع والاخير غادا نكهو هكا بالناتا، واحد راس ملعقه ديال الناتا. صافي حتى هي غادا ندخلها مزيان في العجين تاعنا، وغادا نبداو نشكلوا العجين الاشكال اللي بغينا. كما قلت لكم ممكن انكم تنكهوا العجين تاعكم باش ما بغيتو نتوما بفلان بزاف ديال الاقتراحات. صراحه كنتمنى انكم تشجعوني وغادا نشاركهم معكم. صافي اول شكل كنشكلو هكا بالبوق بحال حلويات الزمن الجميل. صافي بالنسبه كذلك الشكل الثاني هنايا كناخذ الكره ديال اللي نكهتها عفوا بالزنجلان او السمسم والكوك. عندي هنايا بيضه اللي احتفظت به في الاول، وعندي كذلك الزنجلان او السمسم اللي منقيه. صافي كنحاول انني نعبر هاد الكويرات كاملين 18 غرام في كل كويره. من بعد هكا كنديرهم في بيضه، من بعد كنفندهم هكا في زنجلان او السمسم. صافي من بعد كندير فيهم واحد الحفره هكا في الوسط ديال كل كره. من بعد دوك الحفر غادا ندير فيهم هكا الكونفيتير، ممكن ندير فيهم الشكلاط كذلك. يعني غير بالنسبه اللي بغات دير فيهم هكا الشكلاط يعني حتى تخرجوا الحلوه نتاعكم من الفران. بالنسبه انا غادا ندير فيهم الكونفيتير مباشره، عاد غادا ندخلوهم الفران. يعني هاد الحلوه كتكون سهله، يعني مذوقه راسها براسها كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي كنبقاو بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه نتاعي كامله. صافي هنايا بالنسبه للشكل الثالث عندي هنايا 5 معالق ديال كوك او جوز الهند مع ملعقه ديال السكر سنيده. كنحتاج كذلك هذا الطابع هذا اللي غادي نستخدم. صافي غادي نشكل كذلك الحلوه نتاعي هكا على شكل كويرات. هنايا غادي نوزنها ضروري باش كل كره غادي ندير فيها 18 غرام. صافي من بعد غادي نبقى نشكل هاد العجين الكويرات بهذه الطريقه هذه، وكنفندو هكا بالسكر في السكر والكوك. من بعد هكا كنطبعهم هكا بهذا الطبع هذا ديال خليه النحل. هانتوما الشكل اللي كيفاش كيجي. صافي كنبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه نتاعي كامله. صافي نفس الشيء بالنسبه للشكل الرابع والاخير. هنايا كان عندي هذا الطبع هذا. صافي بالنسبه كذلك يعني العجين هكا حاولت اني نوزنو كل كره فيها 18 غرام. صافي كنطبعهم بهذا الطبع هذا حتى كنكمل الكميه نتاعي كامله بنفس الطريقه. صافي هنايا غادا نزين الشكل ديال البوق او الشكل الاول. هنايا من بعد ما كنخرجو من الفران كنخليه حتى كيبرد مزيان. هانتوما كيفاش كيجي. صافي عندي هنايا شويه ديال الشكلاط، واحد 200 غرام ديال الشكلاط مع ملعقه نتاع الزبده عفوا نتاع الزيت.
صافي هنايا كناخد الحلوه نتاعي كندير فيها واحد الخطيط هكا ديال الشكلاط في الوسط، من بعد كنغطس الاطراف نتاع الحلوه هكا في الشكلاط كيف ما كتشوفوا معايا. صافي حتى كنكمل الكميه نتاعي كامله. بالنسبه كل مره من بعد ما كنحط هكا الحلوه كنبدلوا ليها البلاصه، ما كنخلوهاش في نفس البلاصه اللي درتها في الاول باش ما تلتصقش لينا الحلوه في الكارت او في المكان اللي حطيتو فيها. صافي هنايا الشكل النهائي تاع الحلوه نتاعنا. هذه حلوه ديال الكوك او جوز الهند اللي كتجي هشيشه بزاف. هذه كذلك بالنكهه ديال الناطا حتى هي هانتوما كيفاش كتجي. بالنسبه هذه كذلك ديال الخليط ما بين السمسم والكاوكاو او الزنجلان. عندي كذلك هنايا هذه ديال خليط ما بين كاكاو المور وشوكولاته فيرميسيل وكاكاو عفوا وجوز الهند. صافي هانتوما البنات الشكل النهائي نتاع الحلوه نتاعنا كيفاش كتجي. كنتمنى فعلا انكم تجربوها وتنال الاعجاب نتاعكم، وبطبيعه الحال الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك نتاعكم وبتعليقكم محفزه ليا اللي كتشجعني اكثر باش نعطي المزيد من الوصفات اللي يكونوا اقتصاديين وفي متناول الجميع. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع وصفه قادمه بحول الله.